وتقديم عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون ولا إله إلا الله، وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد مساك ويسعد جميع أوقاتكم. مساكم إيه؟ صباحكم، إحنا لسه قبل الظهر. يسعد جميع أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أفتح بس على البط كده الأول. أول حاجة بقى أنا عملتها امبارح، نضفت العشة دي وخليتها فلة. قلت بقى العشة دي تبقى للبط عشان تبقى كل حاجة يعني ايه في مكان لوحدها. الله الله على المفاجأة، بجد مفاجأة. ده اللي مطلعك هنا، اللي مطلعك هنا، انا قلت لك اطلع هنا. بص بقى، اهم حاجة بقى ايه؟ النظافة. قلت بقى النهاردة انا لازم اطلع بقى الحاجة في الشمس. المفاجأة بقى، لقيت البطة التانية، لقيتها بسم الله ما شاء الله بيضة هنا اهي. هطلعكم بقى في الشمس تتشمسوا، لان الشمس مهمة جدا جدا. يلا اطلعوا، يلا 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 اطلعوا. هطلعهم يتشمسوا. انا لازم اشيل ريشك. كنست بقى السطح امبارح وجبت حد ينضفه لنا. بصراحة لازم يتشمسوا، لازم الحاجة كده تشوف الشمس. ندخل بقى عند الكتاكيت. معلش بقى، احنا النهاردة بصراحة مش هنقول وداعا للدكاترة، لا النهاردة هنستعمل حاجة، بس هي حاجة رخيصة جدا ولكن هتعالج حاجات كتيرة جدا جدا. فعلا بصراحة البط ما ينفعش مع اي حاجة خالص، وبالذات بصراحة مع الكتاكيت. مع الكتاكيت ما ينفعش خالص. ادينا عملنا تجربة علشان خاطر ايه؟ نستفيد. دخلت امبارح اخر النهار، لقيت الكتاكيت عندها ليونة كده واسهال ابيض. ده نتيجة اولا للعوامل الجوية، الجو برد اهوت خالص. ثانيا واولا كمان يعني قبل الحاجة التانية، ان البط كان مختلط معاهم، وده ما ينفعش اطلاقا اطلاقا. شلت بقى البط حطيته في العشة التانية صراحة. لان انا عارفة من زمان بصراحة ان البط ما ينفعش مع اي حاجة، ان هو نفسه بيبقى تقيل. بصوا بسم الله ما شاء الله، الكتكوت ده بالظبط عمر قد ايه؟ عمر 30 يوم. خلي بالكم ان ده كتكوت بلدي بلدي. انا لحد دلوقتي ما رضيش اكل الا عليقه فقط. انا بعمل كده. اول شهر للكتاكيت عليقه، تاني شهر عليقه برضو،
تالت شهر بقى بخلط العليقة مع الدشيشة. اخلص كده 3 اشهر وابتدي من الشهر الرابع اضيف بقى. بس اضيف ايه بقى؟ اضيف عيش ناشف، ما احطش عيش طري، لان العيش الطري بيعمل طفيليات للحاجة وبيسبب مشاكل. ممكن بقى احط عيش طري امتى؟ بس مش مبلول بالمية خالص، اللي هو العيش الطري كده جاي من الطابونة، وحبيت يعني ايه على اخر النهار افركه لهم كده بايدي. لكن ما بحبش بصراحة، لان كان الدكتور البيطري قايل لي ما تبليش العيش في المية خالص للطيور كلها. طيب النهارده بقى بحاجة سهلة هنعالج الإسهال الأبيض، هنعالج الكوكسيديا، هنعالج برضو نزلات البرد. هي ايه؟ وده طبعا زي قبل ما اقول هي ايه، زي ما انا قلت لكم الحاجة دي ما تستعملش كتير. يعني لما تلاقي الحاجة عندها إسهال أبيض هو اللي تحطه لها. حباية فلاجيل على لتر مية، وما برجحش الفلاجيل السائل تحطه لهم. بس انا الصراحة يعني ايه، انا فوجئت كده بالاسهال دوت، فانا ما عنديش الفلاجيل دلوقتي. هنزل بقى على اخر النهار ان شاء الله الصيدلية بعد ما اخلص شغلي كده وشغل البيت واحطه لهم على لتر ميه. والمعيار هنا مهم جدا. واللي وصلت معايا لحد كده ما تنسانيش من لايك والشير فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.